السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا راحة البال. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي قريب لقلبي بزاف وفيه واحد السر كبير والسعادة والطمأنينة، اللي هو الامتنان والرضا. شنو معنى نكون ممتن، وشنو يعني الرضا، وشنو العلاقة بيناتهم؟ هادشي اللي غنحاول نكتشفوه في هاد الحلقة مع بعضياتنا. الامتنان هو أنك توقف شوية وتشوف شنو عندك، تشكر الله عليه، ماشي ضروري تكون واحد الحاجة كبيرة. آه، غير في التفاصيل الصغيرة ديال النهار كنلقاو واحد الكنز كبير. ممكن داك الفطور د الصباح، ديك الضحكة ديال ولدك ولا بنيتك في وجهك، داك الصوت ديال واحد الإنسان عزيز عليك، الصحيحة ديالك، ولا غير كل نفس جديد كتنفسو راه نعمة وراه كنز كبير. الناس بزاف كيبقاو مركزين على شنو خاصهم وكينساو شنو عندهم في الحقيقة، ولكن ملي كتبدا تشوف النعم اللي عندك كتبدا تحس بواحد الراحة داخلية عجيبة. كاين واحد الحديث ديال الرسول عليه الصلاة والسلام كيقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ثلاثة الحوايج بساط: الأمان، الصحة والعافية، ثم القوت ديال اليوم ديالك، داك الرزيق قليل ولا كتير. المهم ما كيخليكش محتاج لشي حد وما كيخليكش تمد يدك لشي حد. اللي عنده هاد الثلاثة راه عنده الدنيا وما فيها. داكشي علاش نطلب منك دير واحد التمرين بسيط في النهار. حاول في الاخر ديال النهار ولا في النهار ولا أه تستحضر على الاقل ثلاثة ديال النعم، ثلاثة ديال الحويجات كنتي ممتن ليهم في النهار ولا في واحد الموقف، ودرب عقلك تدريجيا انه يشوف الحاجة الزوينة وسط الخايب، يشوف النور وسط الظلام. ومع الوقت العقل غادي يتبرمج، وغادي يولي أسلوب حياة، واحد النظرة أخرى كتشوف بها الحياة، آآ فيها واحد النوع من الطمأنينة، واحد النوع من الغنى. وأنا متأكدة باللي كاين بزاف 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 د النعم. حنا نبداو ب3 ومن بعد تدريجيا نبداو نزيدو في الليستة ديالنا. ندوزو للرضا. الرضا هو درجة أعمق من الشكر. الرضا هو أنك تكون مطمئن حتى إلا ما مشاتش الأمور كيف ما بغيتي، كتقول في خاطرك يا ربي أنا راضي، عارف أن عندك حكمة في هذا الابتلاء، وكتكون على يقين ومؤمن أن حتى حال ما يدوم بلي الأمور غادي تكون أحسن. الرضا ماشي استسلام، ولكن هو سلام داخلي كيخليك ما تقلقش من شي حوايج اللي ما تقدرش تبدلهم، شي حوايج اللي فوق القدرة ديالك. الامتنان والرضا عندهم واحد الارتباط مباشر. الامتنان هو البداية والرضا هو النتيجة. ما يمكنش توصل للرضا إلا ما تعلمتيش الشكر، إلا ما تعلمتيش الامتنان. والامتنان كيعلمك تشوف الخير في الحاضر، والرضا كيعلمك تطمئن للمستقبل. بجوج بيهم دايرين بحال الجنحين، واحد كيشوف النعمة والتاني كيقبل القدر. مثلا كيوقع لك واحد الموقف خايب، خسرتي خدمة ديالك، ما تحققش لك واحد الحلم، واحد الأمنية. الامتنان كيقول الحمد لله باقي عندي الصحة ديالي، عندي العائلة، عندي فرص أخرى، عندي بزاف ديال الحوايج اللي حاليا والحمد لله عليها. الرضا كيقول أنا عارف أن الله غادي يعوضني بأحسن والحمد لله على كل حال. هنا كيدخل لنا واحد المبدأ آخر وواحد المعنى ديال القناعة حتى هي، أنك تكون مكتفي و وما محتاجش لشي حد، ماشي عال على شي حد. وهنا بالضبط كنتفكر واحد الدعاء جميل كيقولو الوالد ديالي، واللي كل مرة كنسمعو كيعطيني واحد الطمأنينة عجيبة. كيقول اللهم أسألك الكفاف والعفاف والغنى عن الناس.
دعاء بسيط ولكن فيه كل المعنى ديال الرضا، أنك تطلب من الله الكفاية والعفاف والاستغناء بوجهه الكريم، أنك ما تتسناش من العبد شي حاجة. وحتى أنا كنقولو في هاد المرات وكيعطيني واحد الراحة أنني مقتنعة باللي عندي، كان قليل ولا كان كتير، وما واقفة الحمد لله على حتى شي حد يعطيني ولا يقوم بيا. كنحس بواحد الراحة كنقول الحمد لله الحمد لله. هنا كنوصلوا لواحد الفكرة نتاع أن الامتنان هو أسلوب حياة، هو طريقة نشوفوا بها الدنيا بواحد المنظور آخر. لذلك كاينين واحد نقولوا في حياتنا اليومية كاينين واحد العادات ممكن نطبقوها اللي تقوي فينا هاد النظرة هادي. أول حاجة بدا نهارك بالحمد لله، قبل ما تشد التليفون وتفيق الهموم ديال الدنيا وديال الهجرة والمسؤوليات، خذ واحد النفس عميق وقول من قلبك الحمد لله على اليوم جديد وعلى فرصة حياة جديدة. كلمة صغيرة، جملة صغيرة، ولكن كتكون فيها واحد الطاقة اللي كتبدل المزاج ديال النهار كامل، كتبدا نهارك بخير. تاني حاجة تعلم توقف وتشوف النعمة وسط الزحام. سول راسك شنو الحاجة الزوينة اللي وقعت اليوم ولو بسيطة، يمكن تكون كلمة زوينة، إطراء، ابتسامة، أولا غير الراحة، هكا إحساس زوين في القلب بلا سبب. هاد الوعي بالنعم هو أول خطوة للرضا. حاجة أخرى واللي هي مهمة بزاف أنك توقف المقارنات وتقارن حياتك بحياة الناس، لأن تحت ما عنده حياة كاملة مكمولة. داكشي علاش ما تضيعش وقتك في علاش هو، وتشغل راسك وترهق راسك وتشوف والسلبي واللي ما عندكش. خليك في الحمد لله وديما في الإيجابي. حاجة أخرى آمم نبداو ناخدو واحد المنظور آخر نتاع أنه ما كاينش فشل أو خسارة، كاينين إشارات من عند الله باش تغيّر الاتجاه، ممكن باش تولي أقوى من خلال واحد التجارب اللي بعض المرات كتكون قاسية ولكن اللي كتقوينا. تعلم تشوف الحاجة الزوينة وسط الظلام وسط الألم. كنتعلمو من الظروف ومن الحياة مدرسة والضربة اللي ما كطيحكش كتقويك. وأخيرًا آمم عبّر عن الامتنان ديالك، شكر الناس اللي دايرين بيك، شكر وابتسم حتى انت بهاد الابتسامة، نعطيو ونوزعو الطاقة الإيجابية حتى على الناس اللي دايرين بينا وفي المجتمع ديالنا، وكتبقى هاد الحاجة الزوينة ديما تابعانا وحنا كنعطيو هاد الحاجة الزوينة، علاش لا. وفي النهاية الحياة ما عمرها ما غادي تكون كاملة مكمولة ولا سهلة، ديما سهلة. ولكن القلب اللي كيشكر وكيرضى كيشوف الكمال في كل حاجة وكيشوف الجمال في كل لحظة. خلي الامتنان عادة والرضا أسلوب حياة، باش مهما تبدلت الظروف وكانت قاسية تبقى انت ديما في سلام. آآ كان معكم بودكاست راحة البال، ونتمنى تكون الحلقة ديال اليوم لمسات القلوب ديالكم وخلاتكم تفكروا في النعم اللي كتحيط بكم كل نهار. وما تنساوش تشاركوا الحلقة مع شخص اللي محتاج يسمعها ممكن، ونتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. خليتكم على خير.